اهلا وسهلا، مرحبا بكم في قناه مغربيه حره. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بالف خير يا ربي وانتم كتسمعوا لهاد القصه. تحياتي لكم كاملين. اللي كيعجبوا محتوى القصص وعجبوا الفيديو ما ينساش يشترك في القناه ويفعل زر الجرس، وما تنسوناش من اللايك ومن البارطاج ورايكم في التعاليق. عندنا واحد الاسره، الام سميتها حليمه وراجلها متوفي. قبل ما يتوفى راجلها كانت حليمة عندها الأملاك ديالها وارثاهم على والديها. كانت عندها الدار وكانوا عندها جوج حوانت محلات كبار. المهم، هاد السيدة حليمة مع الزوج ديالها ما كانوش ولدوا لمدة 6 سنين ديال الزواج، وهما كيتسناو ربي ما جابش ليهم. حليمة اقترحت على راجلها، قالت لي علاش ما نربيوش وليد ونشوفوا اموره ونهتموا به، يعني ربي غادي يجيب لينا اللي ونسنا ومعرفنا مننا القدام اشنو كاين. المهم قال لها حتى هذا كلام نديروا اجر في شي تربيه وان شاء الله يكون على الخير. المهم الراجل وافقها. جابوا واحد الولد اللي سميتو توفيق، يعني جابوه وعطاوه واحد السميه ديال توفيق، كان باقي صغير، رباتو على يديها. بعد ما دازت 4 سنين واحدة أخرى ولدات ولد من كرشها سميتو منير. هاد الوليدات كانوا في عينيه، رباتهم مزيان وقراتهم. بالنسبه لتوفيق كان مرتبط بحليمه واخا ماشي الام ديالو، وكانت مصارحه بالحقيقه بانك انت ماشي ولدي ومراني ربيتك، ومنير راه هو ولدي وولد كرشي. توفيق ما كيحس بحتى شي احساس يعني خايب، ولا بالعكس الام ديالو رباتو حنات فيه. قالت لي الحقيقه يعني كبر الحمد لله، يعني متوازن. منير بالنسبه ليه خوه توفيق كيبغيه كيحتارمو كل شيء، لان توفيق بعد ما كبروا ولا توفيق هو اللي كيهتم بمنير، كيشري ليه الادوات، يعني هازو من اي حاجه اللي غادي تخصو حتى كمل قرايته. منير كيف كمل قرايته وخدم، تزوج بواحد البنت سميتها هدى. هاد هدى كانت قبيحه وقاصحه، بدات كتجر منير لجهتها، خصوصا بعد ما عرفت بان توفيق ماشي خوه، يعني غير مربي ومن الخيريه. كيف عرفت هاد التفاصيل؟ قالت لمنير علاش ما قلتيش ليا؟ قال لها انا كيحسب ليا راكي عارفه، يعني قال لها حنا مولفين، ماشي كنقول لك انا براني باش غنعاود لك عليه، راه خويا هذاك. المهم بقات هي وياه في المناوشات شويه، بدات كتزن على داك توفيق. توفيق ما خصوش يكون معانا لانه هو ماشي خوك وغير براني عليا، وماشي حتى لوسي نقولوا لوسي، وانا خاصني نلبس وخاصني ندير اللي بغيت، خاصني نكون مرتاحه في داري. منير قهراته هدى بالزن. مني بدات كتزنزل ليه وكتوسوس ليه، ولا كيشوف بخوه توفيق شي شوفه ما هياش، مع ان توفيق هو الكبير، هو اللي كان هازو، هو اللي كان معاونو. المهم بقات المشاكل كبيره. هدى عندها واحد صاحبتها رجاء مني فهمت الفيلم ولات كتحاول انها غتدمر هذيك الاسره، يعني غتساعد هدى باش غادي يعني يجريو على توفيق ويحيدوه من طريقهم، باش هدى راجلها يستفرد بكل شي دوك الممتلكات ديال الام. رجاء كانت هي المدبر ديال هدى، هي اللي كتعطيها الخطوات وكتعطيها الافكار، وهدى كتمشي كتعطيهم المنير اشنو تقول، اشنو دير، اشنو تفعل، اشنو تترك. ولا منير دائما كيتنفخ على توفيق، ولا كيتنفخ حتى على الام ديالو. ولات المشاكل بيناتهم. توفيق كيقول لي خويا شنو درت لك؟ انا راه ما درت لك والو. المهم ما كيبغيش يعني يشوفوا حداه كيدور، باغي يتهنى منه. انه هدى دخلت ليه بان راه يعني توفيق غادي يورث بحالك بحالو، ربما تكتب ليه، ربما هذا. ومنير بدا كيدخلوا الوسواس. مشات ليام وجات ليام. هاد السيده حليمه كتجي عندها واحد جارتها من الروح كتعاود ليها المشاكل ديالها كامله. قالت لي شوفي بالنسبه لتوفيق بدا كيحس بالمشاكل وبدا كيدخلوا الصاد، شي نهار يزيد ويخليك. قالت لي ياك اختي، قالت لها كنقول لك شي نهار يزيد ويخليك. قالت لها لا ما كنظنش انه يخليني، كيبغيني وانا ميمته الوحيده. المهم قالت لها انا كيف قلت لك هو كتسمعي. قالت لي الا بغيتي تثبتي خاصك تعرفيه بانه حتى هو عنده نصيب في هاد الدار او لا في الحوانت باش غادي تثبتي. قالت له وليدي توفيق ما طامعش فيا، راه هو اللي هازني وهو اللي عاطيني، الحوانت ما مكريين ما والو. وعلى عكس منير ما كيعطينيش، كيديها في مراتو صافي. وهدى مراتو الا شافت عندي شي حاجه بالفن كتاخدها ليا دير ليها الطريق. المهم بدات المشاكل وبداو كيفكروا. قالت ليها الا سمعتي كلامي ضروري تكتبي لتوفيق باش يعرف راسو بانه ولدك، وراه انه
عزيز ومرغوب فيه في هالدار. المهم هدى سمعت هاد الكلام كامل، مشات عند راجلها منير كتقول ليه ها اللي قلت لك، راه كنقول لك امك راه باغا تكتب لخوك وتخليك على الضص، وفين غادي نمشي نعيش وفين غادي ندير وما عندي حتى فين نمشي وفين غنخرجوا انا وياك للزنقه. المهم بدات المشاكل. منير مني سمع هاد الكلام صافي كفر، ولا كيمشي عند مو كيقول لها انا حياتي يعني ضاعت وانا هادي، وانا تمديها في ولد الخيريه، ما عرفنا اصله منين، ما عرفنا باه شكون هو، ما عرفنا هذا. الام ديالو كتقولي عمرك تقول على خوك هذاك اللحم كتافك راه من خيره، الدار راه حنا ساكنين فيها والمجازات راه مره يتكرا ومره لا، خوك اللي هزك خاصك تحترمه. عمرو نقص منك، عمرو قال لي شوفي عمرو نقص مني، عطاني وعاوني، ولكن راني وليت راجل ومزوج، وانا راني في المكان ديالي الصحيح، انا راه في دارنا وبارك مع امي هو اللي زيد علينا، يمشي يدبر على راسو، يمشي يعني يمشي يقلب على فين يسكن. الام ديالو كتقول ليه الا خرج ولدي توفيق راه حتى انا نخرج معاه. المهم بقات المشاكل بيناتهم، شويه كيرطب معاها مني يعني كتخاصم ليه الام، كيرطب كيمشي عند مراتو كتعاود تشارجيه، كيعاود ثاني يرجع يحيح. الام ما كتقدر تبين لتوفيق حتى شي حاجه، توفيق يدخل يبوس ليها على راسها، يخرج يبوس لها على راسها، خاصك مهمتي شي حاجه هاكي، اي حاجه دواء اي حاجه توفيق هو اللي كيقوم بها، يبوس الراس ويبوس اليدين، مهمتي وتي اللي عندي وتي اللي هذا، كتقولي راك وليدي وراك هذا. المهم بقات المشاكل بيناتهم كثيره، وحالمة شادة في قلبها، حتى لواحد النهار وهي تقول لتوفيق وليدي ما كرهتش النهار اللي نشوفك فيه مزوج ونشوف انا وليداتك، ما عرفنا شحال باقي لنا في هذا العمر. قال لها شوفي ما حدك ميمتي عايشه ليا بين يديا، وما حدك مراعياني ومراعيك، انا عمرني ما غنتزوج. قالت لي شوف وليدي انا راني ما عرفش شحال باقي ليا في الحياه، انا بغيت نتزوجك وبغيت نشوف وليداتك. قال لها شوف ميمتي راهي الا مشيتي تتزوج غنسها عليك وغنولي حاضي على المرا والدراري. وكيضحك وهي كتقول ليه لا وليدي انا عارفاك وعارفاك وراك مربي وراك على يديا، راه كتزوج راني نمشي عندك لدارك وراه هذا. المهم هي ولات كتبغي تبين يعني خاصو يدير دارو، كتقول ما نجرحوش وفي نفس الوقت هذا يبقى مع مراته هنا والاخر يبقى مع مراته لهيه، ونبقى يعني كل واحد نبرك معاه شويه. توفيق كيقول لها ابدا واش نتزوج، نهار اللي غادي يكتب لي مهمتي نتزوج وتجي بنت الناس راه مرحبا، دابا راني ما كنفكرش، حيت هو ما حاسش بداك الشيء اللي كتحس به الام. ولا منير كيشد خو توفيق وكيعطيه الهضره قاصحه، كيقول ليه شوف انا راني عايشه معايا المراه، والمراه راها مزموطه ما كتلبسش حتى كيما بغات، واش انت تبغي اللي يدير لك هكا، واش انت كون كنتي راجل وعندك مرتك انا غندير لك هكا. المهم بقى كيقول لي خويا هاد الهضره ماشي ديالك، كيفاش كتقول لي راه انت خويا وهي اختي. كيقول ليه ما اختكش، افيق من القلب سيدي اللي عندك شي بلاصه سير ليها. كيقول لي كيفاش كتضحك معايا، قال لي ما كنضحكش معاك، انا اللي ولد هاد الدار وانا اللي ولد حليمه، راه ماشي انت، ماشي انت راك عولد خيريه، سير قلب على راسك وخلينا نعيشوا في الهنا. قال لي انت براني على هاد الدار وبراني حتى على الدرب. توفيق هزها في قلبه ودخل لدارهم كيبكي، والام كتحذر فيه مالك وليدي مالك وليدي. قال لها مهمتي منير ما عرفتوش مالو تبدل عليا ولا كيجري عليا ولا انا غنهز حوايجي وغادي نمشي. قالت ليه الا هزيتي حوايجك ومشيتي غادي نمشي معاك، فين عندك ما تمشي، راه غير طيش وراه مراتو كتعمرو، راه غا شويه وليدي ويبرد. ما شتيهاش انا كدير ليا، انا اللي عدوزتهم محناني مبقعه هو اللي كتبات توزوز لي عند ودنيه. المهم هي كل ساعه صاحبتها رجاء كتقول لها فين وصلتوا فين وصلتوا، كتقول لها احنا باقين. المهم ولات كتقول لها خاصكي هادوك الاملاك قبل ما تكتبهم الام لتوفيق تكتب يعني راجلك هو اللي غتكتبهم ليه، ومن بعد مني غتكتبهم لراجلك الاملاك غتولي في يديك. قالت لك كيفاش، قالت لها سكتي انت غادا تتبعي غير الكلام اللي كنقول لك، انت ما كتفهمي حتى حاجه. قالت لها سيري زني على راجلك باش يزير مو تكتب ليه. قالت ليها واخا انا غنقول. قال لها واش مسطيه، نقول لها تعالي كتبي لي. قالت لي قول لي كتبي لي، انا سمعتك غادي يغرك الشيطان وتمشي تكتبي لولد الخيريه. قال لها ما نقدرش نقول لامي هكا. قالت لي ولا ما تقدرش تقول لها خلينا حنا نخرجوا للزنقه، حنا اللي غنوليو عايشين في الزنقه، تكتب ليه ويجري علينا. منير شعلات فيه العافيه ولا كيقول لها ميمتي خاصك ديري معايا حل في هاد الدار، انا راه بواحد النهار غادي نخرج من هنا وغادي نتكرفس انا ومرتي، وتصحبي راسك راه غادي يخلي من بدا كيلمح لها، مبغاش يقول لها راه حنا سمعناك باغا تكتبي لي.
المهم الصداع نايض كتير بزاف بزاف، ولات هدى كتفكر هي ومنير. قالت لي غادي تتبعني في واحد الخطه. قال لها شنو هي؟ قالت لي غادي نقادوا الوراق كاملين ديال الاملاك اللي في سميتها، كاملين غادي تكتبهم ليا في سميتي، باش مني غادي يعيقوا ما يقدروا يديروا والو، انت ما غاديش تقدر يعني تواجههم، انا اللي غادي نواجههم. المهم بقى هو بداك الطمع والشيطان اللي كيوزوز ليه، مشى قاد الامور كامله ديالو، بقات غير السيناتور ديال الام. مني بقات السيناتور ديال الام كيقول ليها كيفاش غادي نديروها حتى تمضي لينا على هاد الورقه. قالت لي غير خرج السوق. قال لها شوفي عندك طيحيني في شي زوبيه اللي ما نخرجش منها. قالت لي قلت لك خرج هاد السوق. مشات هزات هذوك الوراق وداتهم للسيده كتقول لها كيسيني. قالت لها شنو هذا الشيء؟ قالت لها هذا الشيء ديال السانديك وديال الضو داك الشيء غيديروا شي اصلاحات وباغيين يصبوا اختي الموبل من برا. قالت لها سيني ليهم راه كلشي الجيران سينا وراه انا اللي نسيت هاد الورقه عندي ما عطيتهاش لك باش تسينيها. قالت لها بصح نيت موبل الناس كرفس. المهم سينات السيده ما قارياش سينات الامور كلشي ولات عندها مريقله ولا كل شيء عندها في يديها. منير مني سمع بان كل شيء ولا في يدين مراتو مشى عند خو توفيق كيقول ليه غادي تخرج عليا من هنا، هز حوايجك وخرج. جات الام حليمه كتقول لي كيفاش غيخرج هو؟ الا خرج هو حتى انا نخرج معاه. قالت لي كيفاش بعدا كاينه تخرجنا من داري؟ قال لها ما بقاتش دارك. شنو كاين؟ اش قال لها الورقه اللي سينيتي راك سينيتي تنازلتي على الاملاك كاملين. ولاو كيغوتو توفيق وحليمه الام كيغوتو كيفاش دير لامك هكا وكيفاش تغدرها يا الغدار. وهذا هو قال لها امي هذا ما يستاهلش انك تعيشي معاه. يلا اميمتي نكري لك احسن دار نعيشوا فيها انا وياك بين ما شريت. حيت توفيق تبارك الله عنده ماشي ما عندوش ما مخصوش، ولكن كان هو غير شاد فمو عيش معاها باش ما يخليهاش بوحدها وما تحش بداك يعني هو حاط على الراس وهي حاطه عليه الراس. المهم ملي خرجوا من الدار بقات هدى ومنير استفردات به في الدار. رجاء ولات كتقول لها الخطه راها ماشيه كما قلت لك، غير قالت لها الحاجه اللي كنتي مطوره فيها هي انك ما خليتيش يكتب يعني في سميت منير، كتبتي مباشره في سميتك. قالت لها صحيبتي راني معاك. قالت لها كوني هانيه بحلاوتك. المهم هدى ولات كتعيش مع منير بوحدهم في الدار. توفيق والسيده حليمه مشاو لدار واحده اخرى، يعني ما بقاوش كيعرفوا عليهم حتى شي حاجه. هدى كتقول لرجاء اش بان ليك ننفذوا الخطه على منير؟ قالت لها نتلاقاو بعدا كاينه في شي قهيوه وندويو. تلاقاو قالت لها شوفي الحل اللي غادي نديرو هو انني غادي تكوني خارجه، انا غادي نمشي ندق على راجلك نكونوا عارفينه في الدار، وغادي ندير راسو من براسي انني شدني. ديك الساعه انت غادي تدخلي مباشره، ملي غنسمعك حليتي الباب غنبدا نغوت. هذيك هي الخطه اللي داروا. هدى قالت للراجل انا خارجه، ومنير ما بغاش يخرج، تاكدت انه غادي يبقى في الدار. رجاء جات صونات وكيحل ليها منير، دفعت الباب ودخلات. قالت لي فين يا هدى؟ قال لي هدى خارجه ما كايناش، راه يلاه لقيتيها خرجات. والمهم قالت انا لقيتيني غنخرج. هو ما كانش غادي يخرج، ولكن حيت جات البنت ودفعت الباب ودخلات ولا كيدير انه غيخرج باش حتى هي تخرج. قالت ليه لا وانا هاد النهار ولي كنت كنتسنى وانا هكذا وكتعجبني. المهم شويه هدى دارت راسها نسات شي حاجه، رجعات هي بالعاني غير اتفاق، رجعات كتصوني في الباب. الاخرى ولات كتغوت راسها، دارت راسها انها راها بدا كيتبسل عليها وكيتحرش بها وبدات كتغوت. قالت لها شوفي، قالت لها انا جيت، قالت لها عندك جرني دخلني وشوفي شنو دار ليا شنو هذا. هدى دارت راسها ما باغا تسمع حتى شي حاجه من منير، يا الغدار يا هذا بحالك بحال تريكتك يا كذا. بدات كتعاير فيه بالعاني، كيقول لها سمعيني غنقول لك شنو كاين. قالت ليه انا قالت ليه كندير عليك الحليب وانت كدير عليا القطران. قالت لي برا ما نشوفك. قال لها كيفاش برا؟ قالت لي قلت لك برا برا ما نشوفكش. انا قالت لي كنتقاتل على ودك وانت قالت لي معامل مع صاحبتي. بقى كيغوت لا راه دارنا هادي راه هادي. قالت لي ماشي داركم داري، وداري بنادم فيق داري. المهم جرات عليه وسدت الباب. مني جرات عليه وسدت الباب بطبيعه الحال ما بقاش عارف خوه ومو فين كاينين، ولا كيتمشى في الزنقه واللي تبع كلام العيالات واللي ما خافش الله واللي ما اتقاش الله في والديه وفي نفسه هكا كيجرى ليه. دار خطه على مو،
خدا ليها الاملاك ديالها باش غادي تاخذهم الزوجه. وملي خداتهم الزوجه دارت ليه خطه. هاد الخطه اللي دارت ليه استفدت منها هي بوحدها، وبطبيعه الحال غتعطي الحلاوه لرجاء شي حلاوه تكون مهمه، وهو بقى متشرد في الزناقي. نتمنى القصه ديال اليوم تكون عبره للناس اللي ما كتهلاش في والديها، او لا كتسمع الخاوي كتسمع الاصدقاء، او لا كتسمع يعني الراجل يسمع لمراته، او لا المراه تسمع لراجلها باش يغدروا الوالدين. اللي كيغدر والديه هكا كيجرى ليه، يا اما كيموت في الزنقه، يا اما كيولي ضيع في الشوانط وهو حمق. هادشي اللي كيجرى، يعني اللي كيغدر والديه كيجرى ليه هكا. نتمنى القصه ديال اليوم تعجبكم، ما تنساونيش من لايك والبارطاج ورايكم في خانه التعاليق.